السلام عليكم، معكم شكيب ومرحبا بكم في البلان ديال اليوم اللي غنشوفوا فيه شنو غنحتاجوا نعرفوا باش نقوموا بتجديد الجواز السفر ديالنا. فلايك وكومونتير باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ونبداو. اول حاجه غنديروها هي غنمشيو لجوجل وغنقلبوا على موقع www.passport.ma الموقع الرسمي اللي دايره الدوله باش نديروا طلب الجواز السفر. فغنجيو لهنا وغنختاروا اللغه العربيه وغنمشيو لهذا المربع اللي فيه تعبئه الطلب، نضغطوا عليه وغتطلع لينا هذه الواجهه. نمشيو لهاد اطلب طبعك الالكتروني عبر الانترنت، نكليكيو على هاد اشتري طبعك الالكتروني عبر الانترنت ونريقلوا هاد المعلومات. هاد اختار الطابع كتبان لكم غنكليكيو عليها وغنختاروا طابع جواز السفر ونجيو لهاد السليله نضغطوا عليها. ها نتوما كتشوفوا طلع لينا الثمن ديال التامبر واللي هو 500 درهم. غننزلوا شويه لتحت هنا، غندخلوا التليفون ديالنا ونعاودوا ندخلوه باش الا كان شي خطا غيبان لينا. فهنا عندنا الطريقه ديال الدفع. واش الدفع عن طريق البطاقه البنكيه، يعني ديك 500 درهم كتدخل المعلومات ديال الحساب البنكي وكتخلص اوتوماتيكمون، او عن طريق الوسطاء بحال كمثال وفا كاش او لا كاش بليس على حساب اللي قريب عليك. فهنا حنا غنختاروا الدفع عن طريق الوسطاء. غنجيو لهنا ونكتبوا هاد الارقام والحروف اللي قدامنا ونديروا تاكيد. ديك الساعه غنتوصلوا بواحد الرقم في الهاتف ديالنا وغندخلوه هنا وغنكليكيو على هاد التاكيد وغادي يدخل عندنا واحد البي دي اف غنتيليشارجيوه وغنمشيو لاقرب وكاله ديال الوسطاء سواء كاش بليس كيف قلنا او لا وفا كاش، ومعنا 500 درهم اللي هي الثمن ديال التامبر. غنوريهم داك البي دي اف وغادي نخلصوهم وغيعطيونا واحد الروسي، هذاك هو الكود ديال التامبر. وغنرجعوا لموقع www.passport.ma ندخلوا ونمشيو لاملاء طلب جواز السفر. واول حاجه غنديروها هي غندخلوا الرقم ديال التامبر هنا في هذا الخانه، وباقي المعلومات فهي عاديه غادي تنقلها كيف ما هي من البطاقه الوطنيه ديالك. وفي الاخير غنجيو لهنا وغتكتب هاد الارقام والحروف وغتكليكي على تاكيد، واوتوماتيك غيدخل عندك واحد البي دي اف ثاني اللي عباره عن استماره بها غنخرجوا الباسبور. فغنامبريميوها وغناخذوا واحد الظرف وغنديروا فيه ديك الاستماره فوتوكوبي تاع لاكارت، جوج تصاور، وخاصك ضروري تقول المصور بلي راه بغيتي دوك التصاور الباسبور باش يديرهم لك على حساب المقاسات ديال الباسبور. وغنزيدوا الباسبور القديم اذا كان باقي عندك، او لا اذا كان تودر ليك او لا تسرق ليك غتزيد تصريح بالضياع. فالتصريح بالضياع راه موجود، تقدر تمشي عند اي سيبر تقول لي بغيت تصريح بالضياع غيقادوا لك. وغتجمع هذا الشيء كامل، يعني الاستماره وفوتوكوبي تاع لاكارت وجوج تصاور والباسبور القديم او لا التصريح بالضياع في ذاك الظرف، وغتمشي لاقرب مقاطعه ليك وغتدخل لمكتب جواز السفر غتسلم لهم ذاك الظرف، ومن بعد 15 يوم رجع تسلم جواز السفر ديالك. فكان معكم شكيب، نتلاقاو في بلان جديد. ما تنساش دير لايك وتبارطاجي الفيديو مع اصحابك اللي عارف ينفعهم، والله يسر ليك الامور. Cause I do it for my team.